السلام عليكم خواتي، مرحبا بكم فيديو جديد على قناه دي اس ان دي زد. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. مازلنا خواتي نحكيو على فوز المنتخب الجزائري السما اللي كان مفاجاه للجميع على كل حال. انا يعني شخصيا ما كنتش نتوقع نسمى نفوزوا صراحه على المنتخب الهولندي، بويسك منتخب محترم بزاف المنتخب الهولندي. وفي الفيديو هذا خواتي جينا نحكيو على رده فعل الاعلام التونسي، يعني لا جينا نحكيو على الاعلام التونسي بالضبط، بويسك الاعلام التونسي تهمهم المباراة بزاف تاع المنتخب الجزائري ضد المنتخب الهولندي. الحاجة الأولى بويسك الأشقاء والتوانسة ديما يتبعونا، والحاجة الثانية لأنه هولندا طاحت معاهم في نفس المجموعة. هولندا هي في التصنيف الأول يسمى طاحت معاهم في نفس المجموعة، باش يشوفوا سما الأخطاء اللي طاح فيها هولندا وكذا والأخر الأخطاء اللي طاحت فيها الجزائر باش يتفادوها، باش في المباراة نتاعهم إن شاء الله هما ثاني يفوزوا ولا يديروا نتيجة مليحة. دوك خليكم تشوفوا واش قالوا قبل وموها نعلقوا عليه خوتي. بالضبط. لكن خلينا نبداو المنتخب الهولندي منافس منتخبنا الوطني التونسي اللي كان لعب البارح على المنتخب الجزائري مباراة ودية قبل المونديال. والبارح كان المنتخب الجزائري احدث المفاجأة بعد ما انتصر على المنتخب الهولندي في هولندا، بالذات ماتش تلعب في روتردام 1-0 في المباراة هذه. انتصار الحقيقة، انا تفرجت في المباراة كاملة الحقيقة. صحيح المنتخب الجزائري ما كانش هو المسيطر في المباراة، صحيح كان افضل في الشوط الثاني. عمي هاني اربح ماتشوات ما تمش شكون مسيطر، التاريخ بيقول شكون مسيطر شكون ربح. هاي باش نجيك علاش المنتخب الجزائري انتصر البارح، لانه المنتخب الجزائري كان اكثر افكاس امام المرمى، ولانه المنتخب الجزائري حارس مرماه لوكا زيدان كان انقذ تقريبا 5 اهداف محققه. بالتالي كي تنقذ انت 5 اهداف أيوة. وفريقك يسجل هدف تلقى روحك دابا واحد تعرف صاحبي ايش قال لي؟ انا صاحبي يفهم في الكوره، قال لي باش تترشح في كاس العالم وتمشي للدور الثاني لازمك فهمني ولا جول احمامه، لازمك ذيب في وسط الميدان ورونار في الاتاك. بالضبط، هذه هي الكوره. لازمك حمامه اخوي، وبا 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 والله بالحق ينحي لك 4-3 كره كيما الجارديان تاع الجزائر. خويا عندك ذيب في وسط الميدان يخرج لك الكره بالملي كيما البوتو تاع الجزائر تاع البارح، وليخ فسخ الجوار خويا في الكترفانديس حاجه تدوخ. بالضبط يعيطوا لك في البين جعفر والله كلام صحيح، ولا في المجلس تصور تقول لهم لازم رونار متربع كذا ما عنديش شورت طويل. ندبروا لك شورت طويل، دبروا لي عشان رونار في الميدان. دونك المنتخب الجزائري البارح اثبت للعالم الكل انه منتخب ينجم يتقرر 1000 حساب في الكوب دي موند هذيا. والحقيقه انا جعفر والله شفت حتى المقابلات الاخرين، المنتخبات الافريقيه معناها شفنا حتى ما في مباراه منتخبنا التونسي امام النمسا البارح، زاد نيجيريا ضد بولندا. شفنا المنتخب شعب نيجيريا شنو نيجيريا ربحت البارح ضد بولندا. شنو المنتخبات الافريقيه الحقيقه انا شفت كاس العالم هذه نتصور حسب رايي نتوقع مش يمشيوا لبعيد، لكن نتصور المنيفو باش تكون متقارب جدا مع المنتخبات الاوروبيه، معناها ما عادش تنجم تكهن شكون باش يربح. قبل كانوا شكون كاو سامحني معناها الانديه شكون بالضبط. قبل سنين ما كانتش الشيء هذا، كانوا منتخبات معناها الافريقيه ديما يخرجوا كلهم من الدور الاول. المره ذي انا نتوقع في كاس العالم هذه نتصور باش نشوفوا 2-3 منتخبات في الدور ربع النهائي، مش نحكي على الدور الثاني نحكي على ربع النهائي. نتصور بشوفوا 2-3 منتخبات افريقيه، لانه الحقيقه النيفو ولا متقارب جدا يا جعفر. وزاد فتنا القاره الاسيويه، كنا قبل ايجاليتي تقريبا مع القاره الاسيويه من ناحيه الاداء والنتائج. اليوم الحقيقه المنتخبات الافريقيه الحقيقه تطور كبير، وبما فيه منتخبنا التونسي معناها احنا زاد كي تفكر انت في العامين الاخرين كل نعبث منتخب كبير معناها نعملوا مستوى كبير. بالتالي ان شاء الله يا رب تكون الامور ممتازه. جوست كلمه صغيره على منتخبنا البارح، عمل حصه تدريبيه اولى في بروكسل، حصه شارك فيها كل اللاعبين، وشفنا حتى لي فيديو على الصفحه الرسميه للمنتخب. حقيقه في التمارين منتخبنا يعمل في التمارين معناها باداء قوي. تعرف انت كي تكثر كي تقوي الريتم تاع التمارين ديما يكون قبل الكومبيتيسيون، كي تقرب الكومبيتيسيون جعفر نتاع كاس العالم تطيح شويه في الريتم باش اللاعبين يكونوا حاضرين وفري فيزيكمون في المقابلات. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا. ونذكر ديما ونعاود ماتش نهار السبت ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي تحضيرا واخر مباراه استعدادا لكاس العالم كندا الولايات المتحده وايضا المكسيك. زوج مقابلات في المكسيك ومباراة في الولايات المتحدة الأمريكية هي المباراة الأخيرة. إن شاء الله باش يكون حضور جماهيري كبير إن شاء الله في بروكسل. فهمني حكى لي حما عطيه ما في بروكسل ماشي ما حتى شمس ماشي فهمني. قال لي جو كبير، قال لي باش نعملوا أجواء كبيرة برشا فهمني ولا. إن شاء الله يا خويا إن شاء الله يا خويا ترحب بلجيكا فهمني ولا، نلعبوا كوره ونوجعوا ونجموا حتى نقدموا تروح كيما كنت تحكي برجوليه هذه. وحتى كان ما قدمناش فايده يكونوا حاضرين في المباراه الاولى في كوب دي مون. برجوليه خلينا نفسر لك فازه الحقيقه كيما كنت تحكي بالضبط. واحد ما يتعلقش على بدنه مثلا يقول لك البرازيل ولا الارجنتين ولا المانيا ولا فرنسا. الحقيقه انا خويا
كي انت ربحتها فرنسا في كوب دي موند الاخرانيه. برجوليه هولندا بالحقيقه معناتها فهمتني. السويد خاسره. السويد خاسره ضد النرويج من غير هالاند. النرويج خسرت 3 من غير هالاند. من غير هالاند وخسرت ضد النرويج. والجابون ربحناها مره 3 معناتها. اسمعني نمنوا برجوليه. لا نمنوا. شوف جعفر نمنوا. الجابون كيفاش ربحناها احنا في دوره كيرين. شدتنا طرح كامل من بعد 3 كونتر اتاك ماركين 3 بونت. انا ما يفرحني كان الاولاني على المجموعه والله العظيم لو كان نمنوا. ان شاء الله ما باللوجيك صعيبه شوي. لا سامحني بالله نحي المسلمين. باللوجيك لحظه تعمل مثلا اقوى كيب شكوني هولندا على الورق ديما تعمل معاها 0-0 تعمل معاها نيو بوركوا با وتربح السويد. الجزائر البارح 0-0 للدقيقه 86 قبل ما تسجل. تربح السويد وتربح اليابان. معليش لا تنجم يا جعفر تنجم. فارق الاهداف المدفوعه والمقبوله وكذا. اسمعني مش مبروك قلنا لك العام هذا نعدلوا درا شكون مع بنما وقعدنا كيكا جعفر. معناتها ليه مجموعتنا مختلفه المره هذه. مجموعتنا مختلفه شوي. انا نسمع فيهم مجموعه قويه مش مجموعه قويه. المجموعه اللي تحت فيها ذولي مصر ضد الارجنتين. لا مجموعتنا احنا اقوى مجموعه. علاش جعفر؟ شوف مصر ولا المغرب ولا غير ديما في مجموعاتها فم منتخب واحد اقل منها في التصنيف تاع الفيفا. مثلا المغرب معاها ايتي منتخب العابين الواحد هايتي اللي هي اقل منها في التصنيف. فهمتني معناها احنا اقل وحود في التصنيف توا في مجموعتنا. احنا المنتخب الوحيد من افريقيا اللي الاقل تصنيفا في مجموعات. السويد 37 احنا 44. يا ربي الاخرين اعلى معناها. حاقرين معناتها على الورق حاقرين لكن احنا نجمو نعرف. وفي امساكه بالكره في العديد من المناسبات وضيع الكره. ثاني انطلاقه لانيس حاج موسى 1 على 1. انيس والتسديده قويه جول. فوالا كيما سمعتوا خاوتي اسمع نهضوا لهنا جل المحللين اللي شفنا مش غير التونسيين وكذا يهضوا بزاف على التألق تاع الحارس زيدان اللي كانت الناس بزاف تنتقد فيه. شفت واحد انا المحلل الجزائري يعني ربي يهديه ما بغيناش نرجعوا ليه كذا قال لك انا ليا زيدان ما يروحش المونديال اصلا ما يكونش مستدعي اصلا وقال لك ما يصلحش حارس اصلا وقال لك ما عندوش شخصيه. ما فهمتش انا واش دخل الشخصيه لهنا وكذا ما عندوش شخصيه هذه والله ما فهمتها. على كل حال انسان كبير وكذا ما بغيناش ننتقدوا مباشره. ما ياك نشوفوا سما الناس اللي تحل البال وقال لك زيدان يسمى صح دا جرون ماتش ماشي زعما زهر ولا كذا التصديات اللي داها يعطيه الصحه. وثاني الحاج موسى راهو كي دخل ثاني غير المباراه هو ومازا وكذا وجميع اللاعبين. على كل حال كانت عندنا واحد الهفوات يعني ان شاء الله المدرب الوطني بوتكوفيتش يتولى لها سيرتو الاخطاء الدفاعيه. مانيش نقول اخطاء دفاعيه نديرو في اخطاء الدفاع تاعنا يوقف مليح ويتمركز. ساكن واحد الاخطاء الدفاعيه ساعات في التمارين كيما هاك بالخروج بالكره تلقى المدافع ولا وسط الميدان يمد البالو مباشره للمهاجم يلقى روحو خارج وحده. وعندي واحد الانتقاد انا ثاني يعني ما بين قوسين من المدرب مولو زروقي هذاك اقسم بالله غير نورمالمون بلاصتو ماهيش تيتيلار على الاقل ماهوش تيتيلار. هذا ما كان هذا واش نقدروا نوصلوا الرساله تاعنا بيتكوفيتش. ليسونسيال خاوتي ما نطولوش عليكم بزاف خلونا نراكم الموضوع ديونا جان فيديو بارطاجيو ماكسيموم خاوتي مش مشترك في القناه اشترك. السلام.